العيش ده كنز فلازم يكون موجود في كل بيت علشان مفيد جدًا لصحتنا وصحة أولادنا. تعالوا أما أحكي لكم بقى عن تجربتي الخاصة لعمل العيش ده. طبعًا عملته كتير أوي ما نفعش معايا وأول مرة أعمله ويطلع معايا بالجمال والحلاوة دي كلها. طبعًا هو مفيد جدًا لمرضى السكر والناس اللي عندهم سمنة وعايزين يعملوا ريجيم. طبعًا أنا عارفة يعني إيه حرمان من الأكل لما تكون عامل ريجيم كده، بيكون نفسك في كل حاجة. طبعًا العيش ده مشبع جدًا وما فيهوش سعرات حرارية كتير، وأحلى حاجة فيه إنك لما بتاكل منه بتحس بالشبع وفي نفس الوقت بتحس إنك خفيف كده وكأنك ما كلتش حاجة خالص. فنصيحة مني لو حابب تعمل رجيم فلازم تعمل العيش ده قبل ما تعمل الرجيم علشان هيحسسك بالشبع. طبعا انا عاملاه كده علشان عاملين رجيم وهنتسحر منه النهارده. وتعالوا يلا بينا نحضره مع بعض، بس من فضلكم لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة. اول حاجة هنعملها هنجيب طبق غويط وهننزل بكوباية من العدس الاصفر. وطبعا لو حابة تضاعف الكمية دي حاجة ترجع لك انتي، بس اهم حاجة تمشي المعايير مظبوطة علشان العيش يطلع معاكي مظبوط وناجح من اول مرة. وزي ما قلت لكم نزلت بكوباية من العدس الاصفر ونزلت عليها بكوبايتين من المية وقلبتهم. وخدت العدس غسلته كويس تحت الحنفية وحطيت له ميه جديدة وسبته منقوع في المية لمدة 6 ساعات. وده شكله بعد مرور 6 ساعات الحباية كده تضاعف حجمها، ولما تيجي تدوسي عليها كده تتكسر معاكي بكل سهولة. وهتاخديه وتصفيه كويس من المية اللي فيه، ولو حابة تاخديه تاني وتغسليه تحت الحنفية وتصفيه كويس دي برضو ممكن تعمليها. وبعد كده هتجيبي شفشق الخلاط وهتنزلي بالعدس بتاعك وهتضيفي عليه نص كوباية من المية، ولو احتاج ميه وانا بضربه في الخلاط هضيف له شوية مية. وطبعا هقوللكوا انا ضفت له قد ايه، وهرش كده رشة بسيطة من الملح وهغطي الخلاط وهضربه كويس. طبعا وانا بضربه حسيت ان هو احتاج كده شوية مية فضفت له نص كوباية، يعني كوباية العدس بتاخد زيها كوباية مية. واهم حاجة انك تنعمي جدا في الخلاط لغاية لما يبقى سائل كده معاكي زي العجينة السايلة. وهتجيبي طاسة على النار على درجة حرارة متوسطة وهنجيب المعلقة السيليكون علشان نفرد بيها. طبعا احنا هنفرد بالحتة اللي فوق دي كده. وفي حاجة مهمة كمان ان الطاسة اللي انت هتشتغلي فيها تبقى طاسة تيفال وغير لاصقة للأكل علشان العيش ما يلزقش في قلبيها. وطبعا زي ما قلتلكوا انا جربته كذا مرة بس كانت في الطاسة العادية، يعني الألمونيا بتاعتنا العادية دي خالص. فما كنتش بعرف اعمله، اجي اعمله كده الاقيه لزق في قلب الطاسة واجي اشيله ما يرضاش يتشال. فكل مرة كانت العجينة بتاعتي تبوظ، يعني اعملها وتبوظ معايا لغاية لما جبت الطاسة دي كده وجربته طلع معايا تحفة بجد. فأهم حاجة لازم تشتغلوا في الطاسة التيفال علشان العيش يطلع معاكم ناجح وبتجملوا الحلاوة دي كلها. طبعا الطاسة التيفال ما بتخليش الأكل يلزق فيها، فجميلة قوي لعمل أي حاجة انت حابة تعمليها. طبعا انا نزلت بكمية عجينة مناسبة وفردتها بالمعلقة السيليكون زي ما حضراتكم شايفين كده، وطبعا قعدت اقلب في العيش لغاية لما يستوي معايا. واهم حاجة بعد ما تخلصي تمسحي الطاسة بتاعتك بمنديل علشان بيكون في كده عيش ناشف نازل كده من قلب رغيف العيش، فمهم جدا انك تمسحيها كل مرة. تعالوا بينا نعمل كمان واحد علشان تشوفوه هو قد ايه سهل جدا وبسيط وما بيلزقش في قلب الطاسة. طبعا زي ما قلتلك هتنزلي بكمية عدس مناسبة وهتوزعها في الطاسة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وهتسيبي الطاسة بتاعتك على درجة حرارة متوسطة لغاية لما العيش بتاعك يستوي من تحت. ولما تتأكدي ان هو استوى من تحت هتقلبيه، بس اهم حاجة بالراحة كده وانت بتقلبيه علشان ما يتقطعش معاكي. واحدة واحدة كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. طبعا انا بعمل واحدة واحدة كده علشان ما يتقطعش معايا. واول حاجة ببدأ بالاطراف احاول اشيلها كده، وبعد كده بيتقلب معايا بكل سهولة. تقلبيه على الوش التاني وهتسيبيه حوالي دقيقتين وهتقعدي تقلبي فيه. اهم حاجة تقعدي تقلبي فيه كده لغاية لما يستوي. طبعا انا جايبالكوا كل مراحل تسوية العيش علشان تشوفوها، علشان تعرفوا قد ايه هو سهل جدا وبسيط. وان شاء الله لما تعملوه في البيت هيطلع معاكم ناجح من اول مرة. طبعا اهم حاجة التقليب المستمر علشان يستوي معاكم ويبقى مستوي كده من جوه وجميل. زي ما حضراتكم شايفينه كده انا بدوس عليه بالمعلقة علشان يقب معايا ويستوي من جوه. وبكده العيش بتاعنا استوى معانا. تعالوا ما نشوفه بقى ونشيله من الطاسة. شوفوا قد ايه هو جميل وسهل جدا وبسيط، بس اهم حاجة تقعدي تقلبي فيه كده شوية لغاية لما يستوي معاكي ويطلع بالجمال والحلاوة دي كلها. وهتعملي الكمية اللي عندك كلها بالطريقة دي كده. ولو الطاسة بتاعتك احتاجت مسحة بسيطة كده من الزيت هتمسحيها قبل ما تنزلي بالعجينة علشان العيش ما يلزقش معاكي. ودي كمية العيش اللي احنا عاملينها، وده كله من كوباية عدس واحدة بس. طبعا شوفوا قد ايه بسم الله ما شاء الله عليه، سهل جدا وبسيط وطعمه جميل جدا. يعني لما تجربوه هتنبهروا بجماله. طبعا اول مرة اعمله واجربه واول مرة اكله اصلا في حياتي. طعمه جميل جدا ويستاهل التجربة. وطبعا مفيد جدا لمرضى السكر، للناس اللي عندهم سكر ربنا يشفيهم يا رب. ده العيش ده جميل جدا ليهم، يا ريت يعملوه ويجربوه. طبعا هيفيدهم جدا علشان صحتهم وكمان هيحافظ على نسبة السكر عندهم في الدم. وزي ما قلت لكم العيش ده كنا عاملينه كده للسحور علشان عاملين رجيم.
وده أكل الرجيم بتاعي، طبعًا بيضتين وقطعة من الجبنة وشوية خيار وقرنين كده فلفل، وهتاكلي نص رغيف من العيش، العيش ده جميل جدًا، طبعًا لو أنتم مش في رمضان في أيام عادية الوجبة دي هتستخدميها كوجبة فطار، وبكده عملنا معاكم أحلى عيش صحّي علشان صحتنا وصحة أولادنا مفيد جدًا، وإن شاء الله لمّا تجربوه هيعجبكم جدًا، واستنونا في فيديوهات أحلى وأحلى مع بيت الخير.